السلام عليكم حبوبات ديالي، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله فيديو طريقه عمل تيشورت سهل وبسيط وبطريقه سهله، يعني سهل ممتنع كاع. هنا عندي الثوب مطوي على 4. هنا عندي ناخذ عرض الكتفين، هنا غادي ندير لاطي كبير عرض الكتفين 22، يعني بالزيادات غادي نهبط ب 3 سنتيم. غادي نتراسي واحد الخط، يعني خط الكتف. من بعد غادي ناخذ دوره العنق، هنا خديت 8 سنتيم. من بعد غنهبط ب 2 سنتيم، هذه دورة العنق الخلف. من بعد نهبط بدورة الإبط، يعني درت هنا 22. هنا نديرو خط الصدر درت 27. من بعد كنطراسيو هكا لحلقة الإبط. يمكن لك غير بيدك كيما درت، ولا بغيتي ديرها كمتيوله الا كان عندك هذا البيستولي، ولا غير بشي قاع تاع شي كاس، يعني ماشي شي حاجه اوبليغاتوار. هنا عندي الطول تاع التيشيرت هو 70 سنتيم، غادي نهبط بواحد 12 سنتيم هكا باش ندخل 1 سنتيم، باش ما يجيش هكا التيشيرت كله هابط عريض، يعني يجي شويه مزير في في البطن. هنا طلعت واحد 3 سنتيم من الاسفل، يعني باش ما كيجيش التيشيرت مجنح. 3 سنتيم، وكندير خط مائل. صافي ها هو التيشيرت ديالنا طراسه. من بعد كنقطع، صافي كنقطع هكا الزيادات، هاد العنق الكتف. هنا راني دايره زيادات في العبارات، يعني كلها على حسب العبار اللي عنده. راه ديجا دايره كورساج هكا في القناه اللي بغى الفيديو بالتفصيل. عفوا. صافي من بعد ما كنقطعو كامل هكا، المهم كنقطعو الكورساج ديالنا. هنا غادي نفصل الامام على الخلف، لانني غادي ندير عاد التعديلات على الامام. بالامام كنعاود نطوي هكا على 2، وكنقادو مزيان لان هذا الثوب مطاطي كيتجبد، يعني قادو مزيان. وغنهبط بدورة العنق ديال الامام، غنهبط ب 8 سنتيم. يعني من بعد راني وليت هبطت واحد 2 سنتيم لان حال سخون بغيتو شويه واسع، يعني هبطو حتى ل 10 سنتيم. فيها هو الامام. هنا غنعبر دورة الابط باش تجي جوست مع الكم اللي غادي ندير. هنا 22. غناخد واحد القطعه ثوب اخرى، كنطويها هكا على 4 باش ندير 2 اكمام في نفس الوقت. كنقاد الثوب مزيان. من بعد كنهبط الطول نتاع الكم اللي بغيت. هنا اختاري درت 24، يعني بالتنين، يعني بقى لي في 21. هنا غنهبط واحد 6 سنتيم. من بعد كندير 22 ديالي. وفي دورة اليد غادي ندير 19. صافي كنطراسي هكا خط مائل، يعني ما يحتاجش هنا في التيشيرت نديرو ديك التقويره، يعني باش ما كيجيش هكا مقبب في الكتف، يعني واحد الميال بسيط. صافي ها هو الكورساج ديالنا وجد، يعني في ظرف 3 دقائق 4 دقائق كان الكورساج ديالنا واجد. صافي هما الاكمام. هنا بالنسبه للامام عفوا بالنسبه للعنق غادي نحسب هنا، ولكن غادي نوريكم الطريقه الاخرى احسن من هذه. هنا كنعبروا الامام، ومن بعد كنعبروا الخلف، وكنجمعوهم، وكنحسبوا الشريط اللي غادي نديرو. هذه الطريقه الاولى. كاينه الطريقه الثانيه غادي نوريها حتى يعني غادي نوريكم واحد الطريقه اسهل من هذه، يعني كيطلع العبار مقاد. كناخذ واحد الشريط طويل. هنا درت العرض ديالو 4 سنتيم، اللي بغاه موين واللي بغاه قليل يدير غير 3 سنتيم، يعني ملي كتخيط كيبقى لك غير سنتيم ونص في البيي. هنا الطول اللي بغيت، من الطول اللي حسبته كنضربو في 2، يعني كنحبرو غير نصف تاع دورة الخلف مع نصف دورة الامام. صافي كنقطعو الشريط ديالنا. ها هو الشريط وجد. هنا اختاريت ندير هاد لي موتيف لقيتهم عندي، يعني موجودين ديسپونيبل، حتى اللي بغا يديرهم بلاش. المهم هادو كانوا عندي موجودين. درت هاد القليب اللي فيه هاد النمر. هنا ثاني كاين 2 طرق، اللي بغا يحط هكا الموتيف ديالو، اللي بغا يدير سونطري اختاريت هكا حطيته في الوسط، وغادي نجي من الابط للابط وندير واحد الخط وندير النصف ديالو. هذه الطريقه الاولى. اللي بغا غير هكا يعني ما يصدعش راسو. اما بالنسبه للطريقه الثانيه، هو انني نطوي الكورساج الامام على 2، يعني نحاول الامكان نطويه مزيان، يجي النص مزيان. كان نطراسيو هكا بواحد لي زيبانك ولا طباشير ولا بليكان، يعني باش كنحدو المنتصف. كناخذ الموتيف اللي غادي نلصقو تا هو غادي نديرو نقسمو هكا على 2.
باش يتراصا مزيان، باش يجي النصف ما يجيش هكا مايل ولا سوف لك كنتي بغيتي ديرها هكا في شي اتجاه معين ماشي مشكل، اما بالمنتصف يعني خصك تقاديه مزيان. صافي ها هو. من بعد كنخيطو، كندوزو عليه بالماكينه كامل غير بشويه بشويه. هو من بعد ما تخيط، من بعد كنجيب الكورساج ديال الامام، عفوا الكورساج ديال الخلف، كنخيطو اول حاجه هو الكتفين كنخيطوهم، ومن بعد كندوزو لهم السورجي. ها هو من بعد ما تخيط ودوزت للسورجي باش كتكون الفينيسيو زوينه. دابا غادي نديرو الاكمام. كنجيبو الكم حتى هو كنديرو الوجه على الوجه، الكم الاول الثاني الكم الثاني. صافي حتى هو كنخيطوهم وكندوزو لهم السورجي بطبيعه الحال باش كتكون لا بون فينيسيون. هذه الطريقه نتاع الكول، يعني هذه الطريقه اللي كتجي عمليه وكتجي صحيحه 100%. من بعد ما كنخيطوه كنلاقيو الكتاف، كنشوفوا العبار اللي عندنا في الدوره نتاع العنق، هذا بطبيعه الحال غير نصف، يعني كنضربوه في جوج، يعني كنطيو السنتيم على جوج. كناخذ داك الشريط اللي قطعته نتاع 4 سنتيم، كنحدد عليه الطول ديال الكم ديال الكول. صافي كنقطع الزوائد، كنخيط هكا الجانبين هما الوالا. بعد ما تخيطوا كنحاول ما امكن نحل ديك البليه. صافي كنحددو النصف وكنجمعو، كنطوي على جوج، كنثبتو هكا بلي زيبانك يعني باش ما كيبقاش يتزلق لنا في اثناء الخياطه. كنثبتوه مزيان بلي زيبانك يعني باش كتسهل علينا العمليه. يمكن له اللي هكا مبتدا يخيطو هكا واحد الخياطه خفيفه، انما ما كاينلاش. من بعد كنحدو المنتصف تاع الخلف وديال الامام. هذيك الخياطه انا كنديرها في الخلف، يعني ما كنديرش في الكتف، كنديرها في الخلف. من بعد كنثبتو النصف تاع الخلف والنصف تاع الامام. صافي وكنقادو الكول مع الباندا، يعني كيجيو معوطين، ما تجيش جهه مجبده وجهه مرخوفه. صافي حتى هو كنخيطو، كنديرو السورجي. من بعد كنعاود له الخياطه الثانيه باش كيتثبت الكول، الخياطه الثانيه باش كتثبت الكول مزيان. صافي من بعد نكملو كلش. من بعد طبيعه الحال بعد ما كتبريسا لان الثوب خصو يتحدد. صافي كنخيطو الجناب، كنخيطو الاكمام والجانبين، نديرو العطفه بيان سور. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما تخيط. هما الاكمام بطبيعه الحال الفينيسيون هي السورجي باش كيجي زوين، ما كيبقاش داك التشنتيف. صافي هذا هو الشكل ديالو، يعني طريقه سهله وتيشورت ساهل ماهل ومبرد. يعني الثوب كتخيط العبار اللي بغيتي انت، عريض ولا مضيق، يعني لا فورم اللي بغيتي نتيا باش ما كنبقاوش القياس اللي بغينا. هذا جاي مريح. هذا هو الشكل النهائي ديالو. الاضاءه كانت شويه ناقصه. هذا هو الشكل النهائي. راه من بعد ما تلبس هاد واحد المره عاد تكتب انني نصورو. فرجه ممتعه، الى اللقاء.